السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. من بين الاطباق السهله والاقتصاديه والسريعه اللي كنشارك معكم اليوم، بغيت نقترح عليكم واحد الشوربه كتجي زوينه صحيه ولذيذه. انا هنايا عندي الخضر، غسلت الثلاجه والخضره اللي بقات لي منها شويه كلها راني غادي دابا نديرها في الشوربه. هنا عندي بطاطا حلوه وحده، وعندي 3 د البطاطات. نتوما الكميه اللي بغيتو خلاص، والخضره اللي بغيتو نتوما ديروا. عندي هنا خيز زويه وحده، عندي واحد 2 بصيلات، عندي هنا قرعه، عندي لاريكو، عندي مطيشه سوريز، وغنحتاج ليهم شويه ديال الزبده، شويه ديال الملحه، وشويه ديال الابزار، وواحد المعلقه ديال الزيت اللي يعني درت انا في الطاوه باش غادي نشحر فيها هاد الخضر. ها هي دي من بعد ما شحرت هاد الخضره بديك المعلقه ديال الزيت والزبده، دابا غادي نزيد لها الماء الكافي اللي غيطيبها. هنا حيت كاينه لاريكو خاصها الطياب. غادي نزيد شويه ديال الابزار، غير شويه، غادي نشد عليها ونخليها طيب. الشوربه ديالنا هي دي من بعد ما طابت طحنتها. هي شوفوا راه كي جات كي الفلوطي. غادي نردها للطاوه وندير لها شويه ديال الزبده عاوتاني، غير تسخن شويه الشوربه ديالنا هي دي واجده. هاني منين طابت طحنتها ورديتها في الطاوه صغيره باش غير تسخن. دابا غادي نصح الذوق الا كانت مسوسه ولا هذا صافي ونقدمها لكم. الشوربه ديالنا هي دي وجدات، يمكن لكم تقدموها باي مقبلات بغيتو. نتمنى تكون هذه الفكره نالت الاعجاب ديالكم، تشجعونا بالاشتراك واللايك. مع السلامه في اقتراح جديد.